Hello everyone and welcome back to a new video. Today's lesson غادي يهضر لي على relative clauses. Please don't forget to subscribe to my channel and let's start. أول حاجة خصنا نفهموها هي the difference between a clause and a sentence. A sentence هي جملة كاملة فيها فكرة كاملة، أما clause هي تقدر تكون جملة ولكن تقدر الفكرة ما تكونش كاملة. ملي كنقول الفكرة ما كاملة شنو كنقصد بها؟ مثلا I watch ونقطة الفكرة ما كاملاش وخا هكا كنسميوها clause. علاش سميتها clause؟ حيتاش عندي subject اللي هو I مثلا وعندي الverb watch صافي نقطة. هي فقط أنني نشوف السبجكت and the verb، مثلا عندي I ولا he ولا she ولا it ويكون عندي verb for example run play watch ونقطة. الفكرة وخا تكون ما كاملاش كنسمي هذه clause. أما إلا كملت الفكرة درت مثلا I watch TV every day تما عاد كنسميها sentence. اوكي، يعني لحد الآن غادي نفهم بلي أن sentence هي جملة كاملة الفكرة كاملة، أما clause هي جملة فيها subject و verb يقدر تكون الفكرة ما كاملاش. اوكي، هاد الكلوز هادي فيها جوج نتاع الأنواع. كاين المين clause اللي هي independent clause وكاين subordinate clause. مثلا عندي جملة I will call you when I reach home، غادي نصونالك فاش نوصل للدار. هذه جملة كاملة فيها فكرة كاملة. هالجملة هذه كتقسم ل two clauses، وحدة main clause ولا independent clause وحدة subordinate clause ولا dependent clause. كيفاش؟ هذه I will call you إلا حطيتها بوحدها كتجي الفكرة مفهومة، كنقدر نحطها كجملة ما عنديش مشكل، أنا سأتصل بك. إذن هي independent وكتقدر توقف بوحدها ما كتحتاجش المساعدة، على داكشي كنسميوها main clause، الكلوز الأساسية. independent clause مستقلة ما كتلصقش بحاجة أخرى. وكيكون عندي واحد clause واحد أخرى كتسمى subordinate clause ولا dependent clause، يعني كتعتمد dependent كتعتمد على واحد الحاجة أخرى، subordinate ما كتقدرش توقف بوحدها. when I reach home إلا قريتها بوحدها خليتها بوحدها غير بوحدها when I reach home راه ما غاديش تجي مفهومة. فاش غادي نوصل للدار ما كتجيش مفهومة كاع، بنادم ما كيفهمش. اوكي يعني ضروري ما كتحتاجش المساعدة ديال شي كلوز واحد اخرى اللي هي independent clause. وهاد subordinate clause و dependent clause فيها بزاف ديال الانواع حتى هي، وحده من هاد الانواع هي relative clause اللي هي الدرس ديال اليوم. So what is a relative clause? A relative clause is a special type of subordinate clause. كما قلنا relative clause هي نوع من أنواع dependent clause. It gives us more information about a noun, a person, place or thing in the main clause. Okay. ها هي subordinate clause، ها هي المين clause. هاد subordinate clause هي كتعتمد على هاد المين clause، بلا هاد المين clause المعنى ما كيكونش مفهوم. كنستعمل هادي يعني subordinate clause ولا dependent clause كنستعملها باش نوصف شي اسم كاين في المين clause. نشوفو مثال This is the girl who lives next door. هذه هي البنت who lives next door اللي كتعيش قدام الباب نتاعنا قدام دارنا يعني جارتنا. اوكي عندي المين clause هي this is the girl، هذه هي المين clause independent clause اللي
تقدر تحط بوحدها، وعندي relative clause اللي هي who lives next door. هادي who lives next door كتوصف لي واحد الاسم اللي كاين في المين clause، واحد الاسم اللي كاين في independent clause. كنشوف هنايا الاسم اللي عندي هو the girl، اذا هاد relative clause كامله كتوصف لي هاد the girl. اوكي، باش عرفت بلي هادي راها relative clause، دائما relative clause كتبدا بالrelative pronouns. relative pronouns راهم اساسيين بزاف، فيهم whom و which و who و that و when و where. اللي بغا يفهمهم يشوف الفيديو اللي غنحطو من مور هذا، راهم اساسيين بزاف. So thank you very much for watching and see you next time inshallah. Don't forget to subscribe to my channel and like the video, and goodbye.